مساء الخير يا شباب. وخايف فوزنا على الجونة النهارده يقول لك خلاص كفايه بقى، احنا كده مش هنجيب صفقات، الفرقه زي الفل. وارد يحصل، وارد يحصل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا وسلم على اشرف فيا وفيك. وما تنساش ابدا ابدا الدعاء لاخواتنا اللي موجودين في فلسطين، اللي ان شاء الله ان شاء الله نسمع النهارده وقف اطلاق النار في الاراضي الفلسطينيه، ان ربنا ينصرهم طبعا على العدو اللي عندهم، قادر يا كريم وعن قريب ان شاء الله. وعاجل غير آجل. ومحتوى حلقة النهاردة قطعا انت عارفه، وهو مباراة الاهلي والجونة، واللي فيها حبشتكنات وحلويات. واحلى حاجة فيها النهاردة هي امام عاشور، ولفتة جميلة محترمة جدا 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 من امام عاشور، اللي ساب الجايزة بتاعت رجل المباراة لمحمود عبد المنعم كهربا تقديرا ليه او تشجيعا ليه، الله اعلى واعلم. لكن النهارده النادي الاهلي كان بيلعب 10 لاعبين امام 12 لاعب. محمود عبد المنعم كهربا محتاج كتير قوي علشان يرجع محمود عبد المنعم كهربا بتاع زمان، ويلقى الدعم الجماهيري من جماهير النادي الاهلي زي اللي احنا شفناه النهارده. اداؤه كان صعب جدا، كان النادي الاهلي بيلعب 10 امام 12 لان محمود عبد المنعم كهربا كان مفسد لهجمات الاهلي بالكامل. امام عاشور النهارده اللي كان فايق وصال وجاله في ملعب الجونه، واللي كان قادر بشكل كبير جدا ان هو يصفي فريق الجونه بهدفين مقابل لا شيء. وانا مجهز لك احصائيه على فكره، علشان الناس اللي بتتكلم ان امام عاشور بتاع الزمالك احسن بكتير من امام عاشور بتاع الاهلي، هجيب لك بالارقام. واي نعم الارقام بالنسبه لي زي ما اتكلمنا قبل كده مش هي كل حاجه، ولكن هي ممكن يتم الاستدلال بيها على اداء معين، ولكن مش بنسبه 100%. النهارده محمد الشناوي بيثبت بنسبه 100% ان مفيش اي مشاكل خالص مع شوبير، وان تواجد شوبير في التشكيله الاساسيه ما يضرش محمد الشناوي ويخرجه من القايمه، وان محمد الشناوي ما اتكلمش مع مارسيل كولر من الاساس علشان لو كان شوبير في التشكيله الاساسيه ان محمد الشناوي يخرج بره القايمه تماما. محمد الشناوي النهارده كان موجود على دكه البدلاء كبديل مصطفى شوبير، اللي ادى النهارده اداء محترم جدا جدا جدا، وصد وتصدى لكذا كوره من لاعبي الجونه، وكان سبب برضه من اسباب الفوز النهارده. مفاتيح اللعب اللي كان بيعتمد عليها النادي الاهلي في الخروج بالكوره وهم اتنين، محمد مجدي قفشه وامام عاشور، ثم التحويله مره اخرى ناحيه اليمين الى حسين الشحات اللي كان يستحق ان هو يكلل مجهوده بهدف مكافأة على ادائه في مباراة اليوم. تخيل لاعب بيقطم، لاعب بيباصي، لاعب بيتحرك، بيسلم ويستلم، وما يكللش مجهوده بهدف. طبعا كل التقدير لامام عاشور على اللي عمله النهارده، ولكن حسين الشحات كان محتاج فعلا ان هو يكلل مجهوده في مباراه اليوم. بصراحه اداؤه كان عاجبني جدا، واللمسه من رجليه بصراحه انا شايفها دواء في مباراه اليوم. في لعيبه كتير ابتدت ان هي ترجع لمستواها من جديد، والاهلي فعلا حرفيا بمن حضر. الاهلي باي لاعب يا جماعه ممكن يبدا اي ماتش، ممكن ينتصر في اي ماتش، ولله الحمد هو ده فريقنا. بس انا مش عايز طبعا تقصير خالص في موضوع الصفقات نهائيا، لان اساسا موضوع الصفقات ده قائم عليه فيما بعد مباريات كاس العالم للانديه اللي هتكون موجوده في صيف 2025. تعال بقى اكلمك على احصائيه جامده جدا جدا على امام عاشور ومقارنته بامام عاشور الاهلي وامام عاشور الزمالك. امام عاشور مع نادي الزمالك لعب 96 مباراه، احرز خلالها 14 هدف وعمل خلالهم 10 اسيست. انما مع النادي الاهلي بقى امام عاشور لعب 64 مباراه، احرز خلالهم 19 هدف وعمل 11 اسيست. تخيل عدد الماتشات وعدد الاهداف وعدد الاسيستات مع النادي الاهلي، وتخيل عدد الماتشات وعدد الاسيستات والاهداف مع نادي الزمالك، لمن يقول ان امام عاشور مع النادي الزمالك افضل بكتير من امام عاشور مع النادي الاهلي. اي نعم هو لاعب مراوغ وبتاع مشاكل الى حد ما، ولكن ربنا يهديه، احنا مش هنقول اكتر من كده. من اغرب الحاجات بالنسبه لي النهارده وهو علاء عبد العال، اللي عمره ما لعب امام النادي الاهلي فاتح خطوطه. حاجه كانت غريبه جدا جدا من علاء عبد العال، وهقول لك سببها. سبب اللي حصل النهارده من جانب علاء عبد العال ان هو كان عايز يفتح خطوطه ويحاول ان هو يضغط على النادي الاهلي، لدرجه ان لحد الدقيقه 25 النادي الاهلي ما دخلش الجيم اصلا.
علاء عبد العال كان طاغي على الخطوط الاماميه او الخطوط الخلفيه بتاعه النادي الاهلي، ويهاجم ويحاول ان هو يعمل تسديدات لعل وعسى تخبط معاه بهدف، وده بسبب طبعا النقص العددي اللي موجود في قائمه النادي الاهلي واللي مأثر بشكل كبير جدا على التشكيل الاساسي. ولو اني ما حسيتش بحاجه زي دي النهارده لاننا نمتلك امام عاشور ومحمد مجدي قفشه. غياب وسام ابو علي طبعا كان مؤثر بشكل كبير جدا جدا على اداء النادي الاهلي النهارده هجوميا، ومحمود عبد المنعم كهربا فعلا محتاج جدا جدا ان هو يخرج اعاره علشان يبدا ان هو ياخد ماتشات كتير ويعود لفورمته. ولكن كان الغريب بالنسبه لي النهارده في اداء النادي الاهلي او في تشكيل النادي الاهلي هو اللي عمله مارسيل كولر بتواجد احمد نبيل كوكا كظهير ايسر بديلا لكريم الدبيس. طبعا انا مش بحب حته ان مدرب يبقى معاه لاعب كويس في مكان ويبدا اللاعب دوت ان هو ينشط ويأدي بشكل كويس. على فكره انا مش بقلل خالص من اداء احمد نبيل كوكا، ولكن ما كانش عاجبني من مارسيل كولر ان هو لاعب زي كريم الدبيس اللي كان بيأدي اداء كويس جدا خلال الماتشين اللي فاتوا ان هو يتركم من التشكيل الاساسي ويبدا ان هو ينزل كبديل. كنت حابب ان انا اشوف كريم الدبيس النهارده في مكانه الاساسي وهو ظهير ايسر في مباراه اليوم. كذلك برضو النهارده كنت حابب برضو ان واحد زي عمر الساعي، يعني كنت حابب ان انت تديله تشكيل في التشكيله الاساسيه، يعني نزله اساسي النهارده. اللاعب ابتدى ان هو يشد شويه حيله مع النادي الاهلي، ابتدى ان هو يلعب شويه. ومن الغرائب والعجائب طبعا الكره اللي هو ضيعها والمرمى فاضي، ولكن انت عندك احسن تحركاتك كانت كويسه في ال 12 او ال 13 دقيقه اللي انت نزلت فيهم، لدرجه ان انت رحت بكوره انفراد. فاتمنى ليك الافضل ان شاء الله، الافضل جاي لك. كل من هو داخل النادي الاهلي يستحق من اي واحد من الجمهور كل الدعم لاي واحد داخل جدران النادي الاهلي. ولكن طبعا اللي بيعك احنا عارفين بنعمل معاه ايه. لكن بصراحه مباراه جميله جدا جدا جدا، ومارسيل كولر عنده كتير جدا جدا لم يفلس فنيا زي ما يدعي البعض. مارسيل كولر عنده كتير قوي. مارسيل كولر في اجزاء كتير من المباراه حسيت ان هو عايش ومركز معانا. في الشوط الثاني انت لو تلاحظ كميه التسديدات اللي كان بيسددها النادي الاهلي، كل واحد بيمسك الكوره بمسافه معينه من المرمى بيبدا ان هو يسدد تسديده. كل واحد موجود خارج ال 18 من الناحيه اليمنى او الناحيه اليسرى بيبدا ان هو يرفع عرضيات. والف ب فك التكتلات اللي بتبقى موجوده في المباريات ان انت بتلاقي لازم تسديدات كتير، لازم استحواذ على الكوره وباصات سريعه او عرضيات تقدر ان انت تخلص بيها الماتشات من خلال هيدر معين يقدر يخلص لك الماتش. وده اللي احنا شفناه النهارده، تسديدات مكثفه كبيره جدا جدا من جانب النادي الاهلي في الشوط الثاني. امواج كانت طالعه على فريق الجونه، وده اللي ادى لفوزنا في مباراه اليوم بنتيجه 2-0 توقيع امام عاشور رجل مباراه اليوم. نتمنى الافضل والتوفيق للنادي الاهلي، ونتمنى ان احنا نشوف صفقات الفتره اللي جايه. مش عاجبني المنظر العام لتشكيل الفرقه، مش عاجبني شكلنا، وخايف والله العظيم كل الخوف ان النادي الاهلي اللي صابح خلاص، اللي صابح بكره 16 تقريبا، مش عاجبني ان النادي الاهلي لحد يوم 16 اللي صابح بكره ما عملش اي صفقات تذكر. واقرب صفقه هي موجوده هي مدافع نادي زد مصطفى العش، علشان طبعا كميه الاصابات اللي موجوده عند النادي الاهلي في الخط الخلفي، واللي جاي شوارف، واللي جاي بعد كده ممكن ايفرتون. واتمنى ان شاء الله ان الفتره اللي جايه تكون سخاء رخاء على النادي الاهلي علشان نبدا نعد لبطوله كاس العالم للانديه خلال الفتره اللي جايه. ولو انت بقى من الابطال اللي وصلوا معانا لحد اخر الفيديو، اشترك في القناه، فعل زر الجرس تتابعنا في كل جديد جاي، واخبطنا لايك متين محترم، وما تنساش شير كومنت تاج عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. واشوفك على خير يا صديقي المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.